ده اخر ماتش لعبه انتر ميامي قبل ما يلعب الاهلي. واضح قوي ان الخطه 4-4-2. ركز معايا في الجمله اللي الكره بتلعب من ورا المدافعين دي لانها اتكررت طول الماتش. طبعا دي مش اوف سايد. الجون الاولاني بص الكوره ملعوبه من ورا، بوسكي بيعملها حول ورا المدافعين. ادي الجون الاولاني. تاني نقطه لازم تركز فيها، بيعملوا ضغط عالي. وبص بقى ميسي والضغط بذكاء ازاي يقطع التمريره بذكاء. ميسي مش هيضيع دي، استحاله يعني. بص شوف ميسي واقف فين، هو ده الذكاء. بوسكيه برضو في ظهر المدافعين لميسي، وعودة ليام ايام برشلونة 2009. بص بوسكيه دي بقى انا شايف انها اوفسايد، ما علينا. واضح ان هو فريق انتر ميامي بيلعب بضغط هجومي، وبرضه في كورة في ظهر المدافعين متكررة، كورة في ظهر المدافعين. ده الجون اللي دخل فيهم. سوء تمركز دفاعي في انتر ميامي، فريق هجومه قوي لكن دفاعه ضعيف. بص بقى الضغط الهجومي. والصراحه الفريق اللي بيلعبوه الفريق الامريكاني ده وحش قوي يعني. بص الدفاع ازاي سوارز يتسبب لوحده هنا خالص. بص ميسي كوره في ظهر المدافعين، كوره بتتلعب كتير قوي طويله في ظهر المدافعين، سواء بقى طوليه عرضيه جانبيه على طول. والكوره هنا مش اوفسايد لان اللعيب ساعه خروج الكوره جوه نص ملعبه لسه.